اعتباراً من اليوم في 9 تغييرات راح تصير بفرنسا، وبهذا الفيديو راح أحكي لكم عنها كلها. التغيير الأول، من أول الشهر أسعار الكهرباء راح تنزل 15% لحوالي 24 مليون منزل، بس بنفس الوقت راح تزيد تكاليف الاشتراك 8%. يعني اللي كانت فاتورة الاشتراك تبعه 150 يورو بالسنة هلا راح تصير 165 يورو. أما التغيير الثاني، فأسعار الغاز رح تزيد شوي. السعر صار حوالي 15 سنت لكل كيلووات للمياه والطهي، وحوالي 12 سنت للتدفئة، يعني تقريباً زادت أقل من 1%، فالزيادة تعتبر قليلة. التغيير الثالث، المساعدات اللي بتعطيها الكاف رح تتغير، لأن الحساب صار يعتمد على دخل سنة 2023 بدل 2022. يعني إذا دخلك ارتفع بسنة 2023 ممكن مساعداتك تقل، وإذا دخلك كان ثابت أو أقل فما رح يتغير عليك شيء. كمان الحد الأقصى للدخل يلي بيخليك تستفيد من المساعدات زاد تقريبا 5%، فممكن ناس جدد ما كانوا يستفيدوا من المساعدات يصيروا يستفيدوا منها. أما التغيير الرابع، فابتداء من هالشهر رسوم الطرق السريعة رح تزيد حوالي 1%. السنة الماضية كانت الزيادة 3%، وقبلها كانت 4.75%، يعني هالسنة الزيادة أخف شوي، فاحمدوا ربكم. أما التغيير الخامس، فأسعار بعض أنواع السجاير رح تزيد، بينما بعضها ما رح يتغير. مثلا اللي كان سعره 11 يورو صار 11 وربع، واللي كان 13 يورو رح يصير 13 ونص. بناخذ مثال باكيت الوينستون كان 11 يورو وهلا صار 11 يورو وربع. أما التغيير السادس، فالرسوم البنكية كمان زادت 5%، حوالي 5% على الحسابات العادية، بينما الحسابات المميزة زادت بشكل أقل. يعني إذا كنت تدفع بالسنة 100 يورو هالسنة ممكن تدفع 105 يورو، لكن الحمد لله أنا بنكي مجاني فما بتأثر مثل كتير مثلكم. أما التغيير السابع، فمن نهاية شهر فبراير قنوات سي 8 وNRJ 12 ما عادوا موجودين على التلفزيون الأرضي. التغيير الثامن، لا تنسوا أن التخفيضات الشتوية بفرنسا بتنتهي 4 فبراير، فإذا ناوي تشتري شيء لحق حالك. وأخيرا التغيير التاسع، معاشات التقاعد الأساسية زادت حوالي 2% لمواكبة التضخم. يعني إذا كان الشخص بياخد 1000 يورو بالشهر هلأ رح يزيد معاشه ل 1020 يورو. هي أهم التغييرات لهالشهر. لا تنسوا المتابعة لتوصلكم كل شهر. كنت معكم أنا عمر كوكاس، وبشوفكم فيديوهات جاية. سلام.